عمركم حصل لكم موقف ان يبقى عندك حد قريب منك جدا وفجأة يتغير معاكي؟ اهو ده حصل معايا بالظبط مع جارتي. كنا واكلين مع بعض عيش وملح وقاعدين مع بعض على طول هزار وضحك، ومره واحده لقيتها بعدت. اجي اكلمها او ابعت لها على الواتس تقول لي معلش ظروف شغلي، اصلا انا اشتغلت وظروف شغلي اتغيرت. اقول يمكن مثلا مشغوله حاجه كده. إيه كان الكلام مثلا على الواتس كل فين وفين، دلوقتي كمان وصلت ان الكلام ما بقاش غير في الاعياد والمناسبات بس. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله، كل سنه وانتي طيبه وانتي طيبه. كانت تشوفني مثلا في الاسانسير او على السلم تقولي ازيك عامله ايه وعيالك عاملين ايه، ارد والله تمام الحمد لله، انتوا عاملين ايه؟ وصل الحال دلوقتي ان حتى في الاسانسير لو اتقابلنا صدفه يعني تاخد ابنها وتجري كده وتقولي عامله ايه وتقطم في الكلام. فانا بصراحه لا، سالتها وقلت لها كذا مره هو انت في حاجه مزعلاكي مني؟ تقولي لا ظروف شغلي بقت صعبه. هو انت يا بنتي طب انا عملت لك حاجه غصب عني؟ تقولي لا الظروف اتغيرت، شغلي بقى طول النهار وانا ما ببقاش فاضيه. بس بعد كده لاحظت ان حتى ايام الاجازه لو لقيتني على السلم تنزل كده. فانا مش عارفه انتوا من وجهه نظركم، يعني انا سالت اكتر من مره، من رأيكم كده احاول اسأل تاني واهتم بالموضوع، ولا احافظ على كرامتي واسيب كل واحد براحته؟ يعني قولولي رأيكم كده مثلا اعمل ايه.